هل ستتفوق الصين على وادي السيليكون؟ هل الصين فعلا بدأت تكسب سباق الذكاء الاصطناعي ولا احنا بنتفرج على سباق وهمي بينما اللعبة اتغيرت بالكامل؟ طب لو قلت لك ان الإجابة مش ولا لأ، لكن حاجة أخطر من كده بكتير. خليني أخدك في جولة سريعة كده في اللي حصل الأسبوع ده تحديدا، ونفكك المشهد كده حتة حتة. موجة جديدة من النماذج الرخيصة الأسبوع ده، بس تقرير زي اللي نشرته رويترز قالت إن السوق داخل على موجة جديدة من النماذج الصينية منخفضة التكلفة بعد سنة من صدمة ديب سيك الصيني. يعني الدنيا مش بتهدى كده، بالعكس نموذج R1 من ديب سيك كان نقطة تحول، أداؤه كان قريب جدا من جي بي تي 4، وتكلفة التدريب قيل إنها حوالي 5.6 مليون دولار فقط. وده رقم لو صح أقل بكتير من أرقام تدريب النماذج الأمريكية العملاقة. ولكن هنا لازم نكون يعني دقيقين شوية، قريبة يعني مش معناها أفضل. لسه مفيش دليل واضح إن نموذج صيني تفوق بوضوح على أحدث نموذج من اوبن اي اي أو أنثروبيك في أحدث اختبارات الأداء. يبقى إيه اللي حصل؟ الصين مش بتحاول تبني أذكى نموذج في العالم، هي بتحاول تبني أذكى نموذج بسعر أرخص بكتير. حرب الأوبن سورس، تقرير في MIT تكنولوجي ريفيو الأسبوع ده ركز على حاجة مهمة جدا. الموجة الصينية المفتوحة المصدر عائلة كوين من علي بابا بقت من أكبر النماذج تحميلا عالميا. الأوزان متاحة، تقدر تشغل النموذج عندك، تعدل عليه، وكمان تقدر تبني فوقه. في المقابل شركات أمريكية زي اوبن اي اي وانثروبيك بتحافظ على نماذج مغلقة. السؤال هنا مش مين أذكى، السؤال هنا مين هينتشر أسرع. التاريخ بيقول إن المنصات المفتوحة أحيانا بتكسب الانتشار حتى لو مش الأقوى، زي ما أندرويد كسبت انتشار أوسع في أنظمة مغلقة في بدايتها. هل ده هيحصل هنا؟ ممكن جدا. الأغرب حتى داخل الصين في حذر. تقرير ل CNN الأسبوع ده نقل عن قيادي في فريق كوين، وكان تقدير صريح جدا، بيقول احتمال إن شركة صينية تتجاوز قادة أمريكيين خلال 3 أو 5 سنين الجايين هو أقل من 20%. 20% بس. يعني حتى اللاعب نفسه مش شايف إن الفوز مضمون. وده مهم جدا لأن ده معناه إن الصين نفسها شايفة الفجوة لسه موجودة في قمة السباق. الذكاء الاصطناعي مش بس خوارزميات، هو كمان حديد ونحاس وسيليكون. وهنا بتيجي العقدة بقى. شركة زي هواوي بتنتج شرايح سكيند، ولكن تقارير حديثة بتقول إن إنتاج 2026 المتوقع حوالي 805 ألف شريحة فقط. في نفس الوقت انفيديا لسه متفوقة عالميا في شرائح التدريب المتقدمة، وبتنتج قدرة حاسوبية أعلى بفرق ضخم جدا. وده معناه إن الصين لسه عندها فجوة حقيقية في العتاد. تخيل سباق سيارات، واحد معاه أفضل محرك في العالم والتاني بيعرف يسوق بمهارة وبيوفر بنزين. الصين بتعوض نقص المحرك بالكفاءة الذكية، ولكن المحرك نفسه لسه مش في ايدها بالكامل. اللي بيحصل بقى جوه الصين هو الجزء الاخطر. خطط حكوميه لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع، صندوق وطني بقيمة 60 مليار يوان لدعم القطاع. 38% من خريجي STEM عالميا من الصين، وكمان 39% من براءات اختراع الذكاء الاصطناعي برضو من الصين. ودي مش مجرد شركات، دي منظومة كاملة. الصين ممكن ما تكونش الأول في أذكى نموذج في الكوكب، لكنها بقت قوية جدا في أسرع دولة تطبق الذكاء الاصطناعي في اقتصادها. وده فرق ضخم جدا، لأن في النهاية القيمة الاقتصادية مش في النموذج نفسه، القيمة في استخدامه. إذا هل بدأت الصين تتفوق فعلا؟ لو بنتكلم عن قمة النماذج والشرائح الإجابة هتكون لأ، أمريكا لسه متقدمة. ولو بنتكلم عن النماذج المفتوحة، انخفاض التكلفة وسرعة الانتشار والدمج الصناعي والتمويل الحكومي الضخم، فهنا الصين مش بس منافس، الصين بقت لاعب بيغير قواعد اللعبة. الصورة الحقيقية مش إن الصين سبقت، الصورة إن السباق نفسه اتقسم لمسارات متعددة، وأمريكا متقدمة في المسار والصين بتتفوق أو بتقرب جدا من مسار تاني. وده أخطر من فكرة مين رقم واحد، لأن التاريخ علمنا إن اللي بينتشر أسرع أحيانا هو اللي بيكسب في النهاية، حتى لو مش الأذكى في البداية. السؤال الحقيقي بقى واللي محتاجك تجاوبنا عليه في التعليقات، لو استمرت الصين في تقليل التكلفة وفتح النماذج، هل هتجبر الشركات الأمريكية تغير استراتيجيتها بالكامل، ولا هنشوف مفاجأة تقلب الترابيزة خلال سنين جاية بس؟ قول لي رأيك في التعليقات. أنا أحمد يحيى، بقدم حاجة ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي. ما تنساش إن أنت تتابعني علشان تشوف كل جديد، والسلام عليكم.